سأقول لهم لستم جزائريين. إذا ثبت فرار أحد من معركة مواجهة ومجابهة البلاء فهو ليس جزائري، عليه أن يدفع استقالة الجنسية وأن يخرج من أرضنا وليذهب حيثما شاء. أيها الأستاذ المحترم، يا محترم، فعليك أن تقف وتلتفت إلى خلفك وتنظر وتعلم يقينا بأنك لم تعمل 8 أشهر والدولة تسلك فيك والأجور تمشي والعلاوات والإيتاءات وكامل الحقوق ولم تقل الدولة شيئا. أما وأن طالبتك الدولة من أجل تلاميذها وأبنائها وجيلها أن تزيد بعض الساعات، زيادة الأساتذة المطالبة بالرواتب الزائدة، نعلم يقينا بأن كل الرواتب ربما ستزيد وراء مطالبة السيد الأستاذ، لا يعرف إلا راتبه فحسب. يعتقد بأن هذا العمل الشريف عمل الأنبياء ورسالة السماء، أنه راتب شهري فقط. فإذا ما نادت أي نقابة نادت عليه فإنه سرعان ما يستجيب للإضراب ويقول أنا في إضراب، وليذهب التلاميذ إلى الجحيم. يخل حتى بالقوانين المشروعة، ومن أجلها ومن خلالها يخل بالعلم الذي يقدمه للطلبة. العام اللي فات يا جماعة ما قراوش المدارس، الثلاثي الأول والثلاثي الثاني، وجاء الوباء وجاءت الجائحة والتلاميذ مساكين فقراء إلى العلم وفقراء إلى المعرفة، غير أنه الظرف كان من المفروض أيها الأستاذ أن تنظم دروسا مجانية عن بعد في وسائل التواصل، بيد أن الأستاذ، أقول لكل أستاذ أنك تعيش في برج عاجي بينك وبين مجتمعك مسافة كبيرة. إذن على الأستاذ معشر المؤمنين أن ينسق مع إدارته وهذا حقه، مع نقابته وله الحق. أما أن يصير التلميذ ضحية، وأعطي على هذا مثال إضافي، يغيب يوم الإضراب، يتغيب أصلا لأنه يعلم أنه مش خدام أو فنيان، قلها بين قوسين فنيان ولا جايح. وإن سكتنا على كل من تسول له نفسه أن يخل بالأنظمة وبالقوانين وبالتشريعات لوصلنا معشر المسلمين إلى حضيض وديل الأمم. فالأمم الراقية كما تعلمون إذا وقع إضراب فإن العامل يزيد في الإنتاج ولا ينقص من كمية الإنتاج. وما النتائج الهزيلة لبعض أبنائنا إلا دليل عار من بعض الأساتذة الأبرار، كيف لا وهم المقصرون في حق الطالب والطالبة. يقول بعضهم لا أعمل وسأدخل إضرابا، من أجل ماذا؟ من أجل الكمامة ومن أجل المعقم. اشتري المعقم يا سيدي، لك ما لك والحمد لله، شهار راتب شهري مغري. بعض الناس لا يملك قوت يومه، لا يملك غذاءه ولا يملك عشاءه. أما وإنك وقد أوصلتك الدولة إلى هذا المنصب وهذا المستوى الراقي العلمي، علماتك المدرسة الجزائرية علماتك، ولكن ربما يعلمك غيرها بأنه يجب عليك ألا تقدم الواجب لوطنك. أين أنت من المجاهدين من قدموا من أجل وطنهم، يزيد من جيبه ويسمح في كل شيء من أجل وطنه، من أجل أن يرفع البندقية في وجه الاستثمار الغاشم، ومن أجل أن تقرأ أنت، وها أنت قد قرأت وتكونت وصرت متعلما وإطارا، فلم تبخل علينا. اتقوا الله عباد الله.